بحاول اطلع دايما اطمنكم، اطلع اقول لكم اخبار كويسه. من اهم الاخبار اللي انا عرفتها وجود 18 دعوه منازعه تنفيذ موجوده في الدستوريه، والاعداد في ازدياد. ده حاجه مبشره جدا. هيتم الطعن على الماده الثانيه اللي هي الفتره الانتقاليه، يتم الطعن على لجان الاجره لان هي غير دستورية، لأن المفروض ده أمر تشريعي. السلطات التنفيذية ليس لها علاقة بتقديرها. هيتم الطعن على المادة الرابعة وهي خاصة بالإيجار، دي أرقامه بقى كلها 250 420 ضعف 10 أضعاف لأنها غير دستورية. هيتم الطعن على 5 أضعاف للتجاري لأن هو أساسا لم يتم ذكره في حكم المحكمة الدستورية. هيتم الطعن على المادة السادسة خاصة بالزيادة السنوية 15% للسكني وللتجاري. هيتم الطعن على المادة السابعة قاضي الأمور الوقتية واختصاصاته في الإخلاء، طلب الإخلاء من المستأجر إذا كان عنده شقة أخرى أو محل آخر، أو إذا كان عنده شقة مغلقة دون مبرر. طبعا المادة السابعة دي مشكلة جدا لأن ممكن المؤجر يقدم بيانات خاطئة، ممكن يكون المستأجر عنده مبرر والمؤجر يدعي ان هو لا يوجد مبرر، ممكن يكون الشقة غير مغلقة لكن هو يبقى فيه عطل في اي حاجة، يستحدث اي حاجة عشان يقولك ان هي مغلقة. هيتم الطعن على المادة الثامنة خاصة بالسكن بديل لان مفيش اي ضمانات كافية، ومن الشروط كمان يعني مش واضح لمين اللي هياخد الشقة، ومن شروط الاسكان البديل ان حضرتك تتنازل عن الشقة والاخلاء. يعني هو ده الشروط، يعني قبل ما هيسلمك طالب من حضرتك الاخلاء. فطبعا هيتم الطعن على كل هذه المواد. عشان كده احنا بنقول قدموا اكبر عدد علشان الدستورية تتفرغ لكم بقى، يبقاش وراها غير هم بتوع الايجار القديم. الدعوة نفسها مصاريفها نفسها 600 جنيه. مستأجرين يقدروا يرفعوا القضية، عايزين يبقوا مجموعة مع بعض عشان يتقاسموا اتعاب المحامي مع بعض. قالت لي تمام، مش حضرتك ما ترفعهاش لوحدك، حضرتك العمارة اللي معاك شوف العماير اللي جنبك ابقوا مجموعة تقاسموا اتعاب المحامي مع بعض، لكن ما تسمعوش للي بيقولوا لكم الدستوريه مش هتحكم لكم، الدستوريه خاضعه لاي سلطه اخرى. ما تصدقوش الكلام ده، هم عايزين يهبطوا عزيمتكم عشان هم عارفين ان انتوا بتلجأوا لجهه قويه في ايديها ان هي توقف مواد القانون او تجمد القانون كله. فما تسمعوش لاي حد مهما كان ومهما كان تاريخه. وبحب اقول بقى للناس دول يا جماعة، المستأجرين عارفين قوتهم، المستأجرين عارفين حجمهم، لكن هم يلجأوا الى القانون والجهات القضائية حبا في هذه البلد وليس حبا في من وضع هذا القانون الممرر الذي يغتصب حقوقهم. هم بيروحوا للمكان القانوني عشان بيحبوا بلدهم، مش عشان هم ناس ضعيفة. فحضرتك لما هتطلع تقول لهم لا الدستورية مش هتحكم لكم، فهيناموا ويستنوا بقى ايه حد يحفر لهم تراب. يعني بطلوا كلامكم ده لانه ملوش لازمة. رحنا لدار القضاء العالي وكان الأستاذ ميشيل والأستاذ أيمن وقدموا منازعتين تنفيذ في قوة، يعني في الدفوع وفي المذكرات. يعني في واحدة منهم تقريبا خدت رقم إن شاء الله يعني، وهتتحول على الدستورية بإذن الله. هو الطعن على المادة 2. وبالنسبة بقى للجان والأجرة، في ملف دلوقتي إن شاء الله بيتجهز، وبرضه هيكون في خلال كام يوم هنكون برضه إن شاء الله هناك بنقدم طعون، لأن موضوع الأجرة هيبقى صعب جدا على الناس طبعا. فهم عايزين يثبتوا الأجرة. الأستاذ ميشيل والأستاذ أيمن هم قالوا الأجرة مثبتة بنسبة سنوية، مفيش 10 أمثال و20 مثل، عشان في طبعا في مناطق إيجارها هيكون صعب جدا، هتوصل 10,000 و20,000 وحاجات شبه كده يعني. بإذن الله برضه هيكون في طعون على الأجرة واللجان نفسها يعني.